تخيل معايا آلة كتفتل الحديد بحال الا كدير ليه ضفيره ديال الشعر. فهاد الماكينه كيدخلوا خيوط ديال الفولاذ عالي الكربون، كيتجمعوا كيوليو حبال، ومن بعد كيتحولوا لكابلات كبار. الخطوه ديال هاد الفتله والتوتر ديال الشد اللي بيناتهم كيتحسبوا بالمليمتر باش الكابل يقدر يقاوم التعب ويبقى مشدود في لونكراج. ولكن هاد الكابلات ماشي غير باش يتحملوا واحد شويه ديال الثقل، هما اللي كيسندوا الجسور المعلقه اللي كيتعداو الاف الامتار، مثلا اللي كنرفعوا بهم الكروات، ولا مثلا اللي كنامنوا بهم السلامه ديال لاسانسور ديال ناطحات السحاب. والاعجب مثلا متر واحد من هذا الكابل الرئيسي ديال قنطره معلقه يقدر يوزن ما بين 180 حتى ل 250 كيلوغرام، ويقدر يتحمل واحد الشد كيوصل حتى ل 4 ولا 8 ميغا نيوتن، يعني تقريبا بحال اللي كيشد 400 ولا 800 طن دفعه واحده. واش كنتي كتخيل شعره ديال الفولاذ تقدر تهز هادشي كامل؟